الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا وزعزع لبنان ليومنا هذا مازال كيضرب. بعد مرور 7 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ضربت هزة أرضية جديدة مدينة كهرمان مرعش التركية. واش هادشي اللي واقع في ديك المنطقة كيبان لكم عادي؟ وخاصكم تعرفوا انه من 2020 لدابا الاحصائيات تتقول انه نسبة الزلازل طلعت بزاف مقارنة مع السنوات الماضية، ومن علامات الساعة هي كثرة الزلازل. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات انه ديك المنطقة غيبقاو فيها الزلازل حتى يخرجوا يأجوج ومأجوج. هاد الهضرة قلتها لكم في الفيديو اللي فات والاغلبية بقى كيضحك عليا، ولكن بزاف ديال الناس اتفقوا مع كلامي، والناس اللي كيضحكوا وكيجيهم هاد الشيء هذا غير تخربيق انا كنعذرهم. عرفتوا علاش؟ حيتاش الضحك والتفليه مسيطر ليهم على العقل ديالهم، والحاجه اللي معقول كتبان لهم ضحك. دابا غتسمعوا شنو قلت في الفيديو اللي كيبقى يضحك عليا بنادم فيه. سمعوا شنو قلت من ديك الارض، وهذيك الارض بالضبط مازال غيجيوهم هزات ارضيه ومازال غيسمعوا اصوات. كذلك تسجيل ظاهره لاول مره في الجزائر، تراجع نسبه البحر الاجتماعي أظهرت تراجعا واضحا لمنسوب مياه البحر في عدة شواطئ جزائرية، آخرها شاطئ تيبازا كما تتابعون في هذه الصور. توتافي رجع بزاف، رجع بزاف، نهار عن نهار كيزيد يرجع. نقولوا داكشي اللي في تركيا نقولوا عادي، الزلزال يقدر يوقع في اي بلاصه، هو هادشي اللي في الجزائر حتى هو عادي. وجاوبونا الفهيميه والعلماء. قبل ما نبداو ديروا الصمته وركزوا معايا وعطيوني عقلكم وديوني على قد عقلي. القصه فوقاش بدات؟ ملي ولات الكره الارضيه متدهوره مناخيا وبشريا. عقلتو ملي جات واحد الريح قويه في مكه لدرجه ان الستار ديال الكعبه طار من بلاصتو، الكعبه تعرات. واش عقلتوا على هذه اللقطه هذه ولا لا؟ هذيك كانت رساله من الريح للإنسان، لأن الريح جند من جنود الله. نكملوا ونشوفوا ظاهرة أخرى بانت، هو أنه الحيوانات كدير واحد الدائرة وكتبقى تدور. ومعلومة أنه هاد الحيوانات هادو راه ماشي في منطقة واحدة، راه في بزاف ديال المناطق في العالم وقع هاد الشيء هذا. وماشي غير نوع واحد من الحيوانات اللي دار هاد الظاهرة هذه، داروها الطيور، داروها حيوانات بحال الخرفان والغزلان في روسيا، كذلك دارتها الاسماك الحوت دار نفس الطريقه ديال الحيوانات اللي فوق الارض. واش هاد الشيء هذا حتى هو صدفه؟ واش هاد الشيء الخوت حتى هو كيبان لكم عادي؟ راه ما يمكنش. الا كان هاد الشيء كيبان لكم عادي اذا انا اللي ماشي عادي. وكذلك النمل، والنمل حتى هو دار نفس الدوره اللي داروا الحيوانات وداروا الطيور وداروا الاسماك حتى النمل. اذا خاصكم تعرفوا انه الحيوانات والاسماك والطيور حسات بان الطبيعه بغات دير شي رده الفعل. والاستنتاج اللي عندي استنتاج شخصي هو انه هاد الكائنات كتبغي تهدر او كتواصل مع الطبيعه بالطريقه ديالها. هذا الاستنتاج الاول. والاستنتاج الثاني هو انه هاد الكائنات اللي معنا في الارض كتنبأ بشي حاجه غتوقع. المهم وحده في هاد الجوج كاينه ما فيهاش النقاش. نشوفوا ظاهره اخرى ديال واحد السحابه اللي كانت فوق السماء ديال تركيا قبل ما يجي الزلزال. وهاد السحابه هذه راه ماشي عاديه كما كتشوفوا. هاد السحابه هذه راه ما بانتش غير في تركيا، بانت في ايرلندا وبانت في بزاف ديال الدول. وهاد السحابه راه ما عمر الشكل ديالها نفس الشكل يكون في هاد الدوله وفي هاد الدوله وفي هاد الدوله، يعني شي حاجه تما ماشي عاديه. دابا غنرجعوا الموضوع باش بدينا. علاش الارض ما كانش كدير الزلازل بزاف كما دابا؟ وهذا عاوتاني اللي غنقول لكم دابا استنتاج شخصي ديالي، باش بلا ما يبقى يجي شي واحد في لي كومونتير يبقى يعقب. هذا غير استنتاج ديالي كيخصني انا غنشاركو معكم. خاصكم تعرفوا انه الان في البشريه الناس الصالحين ما بقاوش كما كانوا شحال هادي. الناس الصالحين قلالوا، وملي كانوا الناس صالحين بزاف بالصلوات ديالهم
كانوا كيعطيو واحد الطاقه ايجابيه في الارض، وديك الطاقه الايجابيه كانت تهبط للارض وكتطلع للسماء، وديك الطاقه الايجابيه ملي كتطلع للسماء كتهبط للشتاء. ونعطيك ايه والدليل من القران: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. داكشي كان خدام تلقائيا، الناس كتصلي كتطلع الطاقه للسماء كطيح الشتاء. دابا فاهمين؟ كما قلت لكم هذا غير الاستنتاج ديالي. المهم نكملوا. ملي كثروا في الارض الفاسقين والفجار وقلالوا الصالحين، ولات الطاقه السلبيه هي اللي منتشره في الارض، وهذه الطاقه السلبيه عطاتنا الجفاف. السماء كتعطيك الجفاف، والارض كتمتص هذيك الطاقه السلبيه وكتنتج عليها هزات ارضيه. والعلماء كيقول لك ان تركيا راه جات في واحد الموقع جغرافي يعني ديال الزلازل. ايوا هي رومانيا حتى هي جا الزلزال غير هاد اليومين هادي. واش تا رومانيا جات في موقع جغرافي ديال الزلازل؟ وها هي اندونيسيا في نفس الاسبوع حتى هي جا الزلزال، حتى هي جات في موقع استراتيجي للزلازل. يعني هاد الدول هادو كاملين جاو في موقع محبوب للزلازل. كما قلت لكم انه الناس الصالحين هما اللي كانوا شادين توازن ديال الارض. والدليل عاوتاني انه الانسان ملي كيمرض شنو كيبغي؟ كيبغي يقول لك يدير الرقيه، حيتاش الجسد ديالو فيه واحد الطاقه سلبيه، وكلام الله هو اللي كيحيد هذيك الطاقه السلبيه من الجسد. عليها كيقول لك ملي قرأت القران وصليت حسيت براسي مرتاح. وراه هذا الشيء اللي كيوقع. راه ما يمكنش مثلا انا نكون انسان صالح نصلي بوحدي ناثر على الكون، ما يمكنش. انا نقدر ناثر على شي واحد ولا جوج نقرا عليهم القران، ولكن واحد ما ياثرش على الكون. الجماعه هي اللي تقدر تاثر على الكون. ونكملوا على الاستنتاج اللي قلت لكم انه الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لنا في اخر الزمان شنو غيكون؟ كثره الزلازل. حيتاش كثره الزلازل على من كتنوض غير على الفاسقين والفجار. دابا غا بيني وبينكم، دابا حنا في هذا الزمان اللي كنعيشوا فيه، وجاوبوني بصراحه، واش باقيين شي صالحين؟ وقلال. والدليل دخل التيك توك ولا دخل الفيسبوك ولا دخل الانستغرام وشوف وليدات المسلمين اللي معولين عليهم يشدوا معنا التوازن ديال الارض وينشروا الطاقه الايجابيه، راه هما كيشطحوا في التيك توك. ونعطيكم دليل قاطع على انه الناس الصالحين هما اللي شادين التوازن ديال الطبيعه. والدليل في القران عاوتاني: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني كل ما قلالوا الصالحين العذاب كيجي. وهذا غير استنتاج ديالي. انا عارف غيجيو بزاف غيقول لك انت غير حمق وهذا الشيء ديال الزلازل راه عادي وهذا عادي. انا عطيتكم بزاف ديال الظواهر بانوا، وغير الا بغيتي يبان لك هذا الشيء عادي وتلقى ليه شي تخريجه علميه، حيتاش هذا الشيء اللي واقع دابا ماشي عادي. ولا رجعنا مثلا غير الخمسينات ولا الستينات كان الخير موجود، كانت الشتاء، كانت الحشمه، كانت كذا، كان الخير موجود. ملي ولاو المناكر ولا الجفاف والكوارث، وليت كتسمع ها التسونامي ها الزلزال ها واش هادشي هذا كيجيكم حتى هو عادي. وكما قلت لكم وكنزيد ناكد انه الطاقه الايجابيه كتخرج من العباد الصالحين وهي اللي كتخلي الارض متوازنه، وملي كتكثر الطاقه السلبيه كتدهور الكره الارضيه. وشنو الحل اخاي طارق؟ الحل هو انه الناس خاصها تتوب، ولكن من وجهه النظر ديالي انه البشريه راه ما غاديش تتوب، وراه غاده تلقي براسها التهلوكه. راه صعيب الناس تتوب. حنا دابا كنلعبوا في الوقت البدل الضائع. حنا راه غاديين لعلامه الساعه الكبرى. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو الخوت. اللهم اجعلنا من عباده الصالحين، واهدي شباب المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.